السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ معكم ايمان طه من قناة اطبخها بسهولة. النهاردة هعمل معاكم الجلاش اللي محشي بالكنافة. زي ما انتوا شايفين شكله كده ما شاء الله، الصورة بتتكلم على نفسها. بمناسبة شهر رمضان الكريم، الحلويات اللي هنعملها في شهر رمضان الكريم أعاد الله علينا وعليكم بالخير والبركات، اللهم امين يا رب العالمين. متنسوش تصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة واتم السلام. النهارده هقول لكم ازاي نعمل الجلاش بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، وطعمه خرافه وشارب الشربات، وفي نفس الوقت طري ومش طري قوي ومش ناشف، يعني من الاخر طعمه جميل جدا. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله، جلاش مستوي من فوق ومن تحت. بسم الله الرحمن الرحيم. انا معايا نص كيلو، ده نص كيلو من الكنافه انا مفرزاه، بجيبها واحطها في الفريزر واطلعها على طول تلقائي من الفريزر. بعمل ايه؟ بفركها بايدي، بتتفرك بكل سهوله جدا. بحط عليها النص كيلو، بحط له ربع كوبايه من السمنه، وبحطه في صينيه على النار. عايزه تدخليه الفرن دخليه، عايزه تحطيه على عين البوتاجاز وتفضلي واقفه جنبيه وتقلبيه ماشي. الطريقتين معاكي اللي تعجبك اعملي بيها. ومعايا نص كيلو، ده نص كيلو من الجلاش، نص كيلو سليم، مش اللي هي الباكيته اللي في السوبر ماركت، لا. لو انصحك جيبي من حلواني، بيكون بيبيع لفه الجلاش دي نص كيلو صافي بجد، بيكون طازه وطعمها حلو جدا، احلى من اللي في السوبر ماركت بكتير. عند اي حلواني بيعمل حلويات قولوا له انا عايزه ايه لفه جلاش. هي اللفه عباره عن 500 جرام بالظبط. وده عباره برضو عن ايه، نص كيلو من الكنافه سويتي على النار، ما خلتوش ياخد لون جامد وفي نفس الوقت مش ني، لا ما شاء الله واخد لون ذهبي. بحط عليه ربع كوبايه من السكر البودره وكيس من الفانيليا، وبشوحه على النار. وبعد ما بشوحه بحط عليه 3-4 معالق من العسل اللي انا عملته. وبعد كده ببدأ احشي بيه ايه، الكنافه، بحشي بيه الجلاش. حجم الحشو على حسب ما انت عايزه تحشيه بنص كيلو، عايزه تحشيه بربع كيلو، على حسب ايه ما انت بتحبي الصباع محشي من جوه قد ايه. بطبق الورقه بتاع الجلاش نصين، وببدا ايه احط الحشوه من على الطرف والفها. انا هنا جبت صاج وبحط عليها الجلاش. دي تاني ورقه هلفها اهي معاكم. اهم حاجه الطرف يكون دي سمنه بلدي، عباره عن كوبايه او كوبايه الا ربع من السمنه البلدي على السمنه النباتي. لو عايزه تحطي زيت ماشي، لو ما عندكي السمنه بلدي خلاص حطي سمنه نباتي بس. الماده الدهنيه اللي بتحبي تستخدميها استخدميها، دي مش اجباري عليكي، يعني على حسب امكانيات كل واحد وظروفه. بس بجد لما بكون السمنه البلدي مع السمنه النباتي بتخلي طعم الجلاش حلو جدا. واقولك على خطوه في الجلاش تعمليها هيطلع كانه بالسمنه البلدي، مش هتعرفي خالص ان هو فيه سمنه نباتي اصلا. بس اتبعي معايا الفيديو للاخر، وهقولك على الخطوه اللي تعمليها تخليه طالع معاكي بطعم السمنه البلدي، مفهوش ريحه السمنه النباتي نهائي. خليكم معايا للاخر. انا هنا قربت اخلص الصينيه الاولى، ما شاء الله النص كيلو عامل معايا صينيتين، لان انا لما بطبق الورقه فبيقطع معايا ما شاء الله كتير، واوفر وارخص من بره بكتير جدا. انا عارفه ان السكر الايام دي غالي جدا، ربنا يهون علينا الايام اللي جايه يا رب. بس ده مش متكلف معايا، انا مش حاطه سكر كتير على فكره، يعني انا بعمله بطريقه حلوه جدا للعاده بتاعته، مش بحط لها السكر كتير. في نفس الوقت بيكون حلو تاكلي منه، مش اللي هو نفسك تجزع من الحلويات. انا هنا بعد ما خلصت كان المفروض ان انا اقطع، المفروض ان انا ايه، دي حتة السمنة بلدي اللي انا حطاها من على الوش دي، كان المفروض ان انا اقطعه الاول وبعد كده ادهن السمنة
بس انت لو انت في البيت قطعيه علشان تعرفي تتحكمي في القطع وكده. قطعيه الصوابع الحجم اللي انت عايزاه، وبعد كده ادهني السمنه براحتك، شربيه بالسمنه. فكره الجلاش بيحب الجلاش والكنافه بيحبوا السمنه كتير، والزياده على فكره بيطردوا بره، ما بيشربش زياده عن حده. ادهني الوش كده علشان يتحمر معاكي. ادهني وش الجلاش كله بالسمنه. هندخله الفرن، عارف اللي في النص يستوي من تحت. ابص عليه كل شويه علشان الجلاش بيستوي بسرعه جدا. لقيته استوى من تحت بطفي عليه من تحت واولع الشوايه، لو ما خدش لون من فوق بولع له الشوايه من فوق. ان شاء الله زي ما انتوا شايفين كده انا هنا قطعته، عرفت اتحكم في حجم الصباع زي ما انتوا شايفين الحجم اللي انت عايزاه، عرفت اقطعه من غير ما يتبهدل مني وكده. ده بقى هقولك بقى على التركه اللي تخليه معاكي طعمه سمنه بلدي. وزي ما انتوا شايفين كده فيه اللمعه دي، انا بحط له معلقه سمنه بلدي بعد ما بطلعه من على النار علشان يدي معانا اللمعه اللي انتوا شايفينها دي. اللمعه دي عمره ما هيطلع بيلمح كده الا لما بضيف له سمنه بلدي. ده الشربات عباره عن عباره عن 4 كوبايات من الميه، عليهم 3 كوبايات ونص من السكر. تمام. بحطه على النار بعد ما يغلي بوطي عليه. بحطه ربع ساعة او تلت ساعة على النار واسيبه لحد ما يبرد. الجلاش طالع معانا بخليه بعد ما يطلع من الفرن يهدى شوية. السكر بخليه يغلي تلت ساعة او نص ساعة على النار. بعد كده مش على نار عالية، على نار متوسطة. بحط معاهم بعد ما بطفي عليه رشة من الملح، عليهم نص عصرة ليمون، عليهم كيسين من الفانيليا. بسيبه يبرد تماما ده لحد بسيب الجلاش برضو يهدى شويه علشان الكنافه ما تطرش معانا. ده بيشرب الشربات ما شاء الله، يشرب الكميه اللي انا حطيتها. النص كيلو بياخد الكميه اللي انا عملتها دي كلها، لانه ما شاء الله قطع معانا صينيتين. هتعمليه هيبقى اوفر معاكي من بره بكتير جدا وفي البيت ونضيف. وبحط معلقه سمنه بلدي مع الشربات. المعلقتين اللي بحطهم دول بيفرقوا مع الجلاش جامد جدا، ما بيبانش اصلا ان انا عاملاه بسمنه نباتي. والله العظيم طعمه احلى من بره بكتير جدا. زي ما انتوا شايفين الشربات لا هو اللي تقيل ولا هو اللي خفيف، وسط ما بين شربات البسبوسه وشربات الكنافه، بحيث ان الكنافه معانا من جوه ما تكونش طريه. ما بحبهاش طريه وفي نفس الوقت ما بحبهاش برضو تكون ناشفه قوي. لا هي شاربه الشربات حلو وطعمها جميل جدا، وبجد الطريقه دي هتعجبكم. واللي جرب طريقتي ما ينساش يقول لي رايه في التعليقات. بتمنى الفيديو ده ينال اعجابكم، وكل سنه وانتم طيبين مره كمان بمناسبه شهر رمضان الكريم. اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. ولو انتوا وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش برضو تصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، ولايك وشير كتير جدا للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد كبير من الناس ويستفادوا من الفيديو. بجد والله الجلاش طعمه خرافة. واحب برضو اعرف تعليقاتكم ورأيكم في التعليقات. ارائكم بتشجعني ان انا انزل فيديوهات كتير. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي، والله جلاش بيتكلم عن نفسه، انا مش هتكلم عنه كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.